طريقة الاستفتاء: بتقدم بطاقة الرقم القومي الخاصة بيك لرئيس اللجنة الفرعية عشان يتحقق من شخصيتك ويتأكد من إن اسمك مش في جدول المعفيين أو الممنوعين أو الموقوفين من مباشرة الحقوق السياسية. المعفيين هم ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة. الممنوعين هم المحكوم عليهم. الموقوفين هم المحجور عليهم أو المصابين بأمراض عقلية أو الأشهر إفلاسهم. بتستلم بطاقة إبداء الرأي من أمين اللجنة الفرعية. اتأكد كويس إن البطاقة خالية من أي علامة ومختومة بختم اللجنة الفرعية. بتتوجه وراء الساتر لإبداء رأيك وتحط علامة واضحة على نعم أو لا. ما تحطش أكتر من علامة، ما تكتبش حاجة تانية لأن في الحالة دي البطاقة بتكون باطلة. اتني البطاقة وسلمها لأمين اللجنة اللي بيحطها مباشرة في صندوق الاقتراع. بعدها بتمضي أو بتبصم جنب اسمك كشف الناخبين الحاضرين، وبتحط صباعك في الحبر الفسفوري اللي بيروح بعد 24 ساعة. في حالة لو كنت كفيف أو بتعاني من إعاقة تمنعك من وضع العلامة، في اختيارين: إما إنك بتبلغ أعضاء اللجنة برأيك من دون ما شخص تاني يسمعك وبيقوم أمين اللجنة بوضع العلامة بدالك، أو إنك تحدد لرئيس اللجنة الشخص اللي هيساعدك في وضع العلامة.